القصص اللي اتقالت على بناء الاهرامات، بس مش هنا. خلينا نروح الناحيه الثانيه كده نتفرج. حاطين الادوات او بعض الادوات الصغيره اللي استخدمها المصري القديم في قطع الاحجار، لان ده سؤال مهم جدا 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 السائح بيساله لك، بيقول لك هم قطعوا الاحجار دي وسووها كده ازاي؟ اول حاجه بتقول ان هم قطعوا الاحجار من المحجر بتاع الحجر الجيري من جوه، ثم بعد ذلك بيتم سموذنج، وبعد كده هامرنج زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بناخد المقاييس بتاعتها تمام بالميزان بتاع الميه اللي بيستخدموه دلوقتي سوري في عمل السيراميك في البيوت علشان خاطر تمشي كلها ميه واحده، عشان كده بيسموه ووتر بالانس. فبيعلق كده عشان خاطر تنزل اللي هي المدوره اللي موجوده تحت دي تنزل تحت، فتبقى الطول او الحجر يكون مستقيم ما يكونش فيه تعرجات. اتفقنا؟ طيب احنا عندنا طبعا المساطر دي بيسموها البلان بامب بالانجلش تمام، اللي هي كانك بتاخد بيها المقاييس بتاعت الزوايا بتاعت الحجر، ودي حاجه مهمه جدا عشان خاطر لما تيجي تدخل الحجر جوه بعضه تعرف تعمل له انترليز، تعرف تعمل له انترلوك زي البازلز كده تمام. هنيجي هنا لقينا الروبس دي موجوده ولقينا السنيدج دي. هل تفتكروا السنيدج دي تقدر تشيل حجر وزنه 30 طن؟ صعب طبعا. فالمفروض ان السنيدج اللي استخدمت لاوزان الاهرامات لاوزان احجار الاهرامات اكبر من كده، وموجود منها في المتحف المصري فوق في القاعه الثالثه على ايدك الشمال، هتلاقي عامل زي كبير عامل زي الشادوف كده موجود. المهم ده اللي استخدم ان انت تعمل رولينج للحجر تمام، يعني بنثبت تحت الحجر زي ادوات او زي عارف انت الكوريك اللي بنستخدمه في المباني دلوقتي تمام، بنثبته تحت الحجر العمال ويروحوا عاملين رولينج فروم وان سايد رولينج اب، فيتقلب الحجر على السنيدج فيكون مربوط بحبال من قدام والناس تزق من ورا، وسوري من قدام الانيمالز هي اللي تعمل بولينج ليه واللي ورا يعملوا بوشنج. ايه بقى اللي بيحصل؟ someone else is like that is pouring oil in between the stone and the people. ليه؟ علشان خاطر to make it easier for sliding، عشان خاطر تعملها اسهل في ان انت تزحلق الحجر او تزحلق السنيدج وتطلع بيه تمام؟ فدي الطريقه المثلى. طب احنا عرفنا الطريقه دي منين؟ هل احنا لقيناها موجوده على الاهرامات مكتوبه او مسجله؟ لا، بس بعد كده في مقابر الدوله القديمه، وعلى سبيل المثال مقبره كاجمني لما بتخش الحجره الاخيره اول ما بتدخل على ايدك الشمال بتلاقي فيه منظر، المنظر ده مصور عليه نفس المنظر بتاع البولينج ده والموفينج دي بيج جارز اللي هي البيج الالاباستر جارز. هتلاقي العمال شادين الماربل جارز دي اللي هي الاواني الالاباستر، اواني اللي هي الاواني المرمريه اللي كانت بتستخدم لحفظ الزيوت وحفظ العطور تمام، للانيوال يوز الاستخدام السنوي مش اليومي. بيبقوا حاطينها كده على السليدج كبيره زي دي، وناس بتشد من ورا وناس بتزق وناس بتدلق الزيت علشان خاطر نعمل ايزي فور سلايدنج. هتلاقي المنظر ده متصور في مقبره كاجمني، وبعد كده هتلاقي المنظر ده اتكرر كتير جدا جدا في مقابر الدوله الحديثه تمام، وفي وادي الملوك برضه نفس القصه بتاعت نقل سوري في معابد الكرنك ومعابد الاقصر، نفس القصه في نقل التماثيل الكبيره ذات الاحجام الكبيره والمسلات تمام. بس قصه المسلات مختلفه شويه، ممكن نبقى نتطرق ليها بعدين، لان كانت لازم المسله تتقلب على رمل وقصه كده كبيره، لان فيها مناطق ضعيفه فيها مناطق ضعف كتير. خلينا نتنقل الناحيه الثانيه. كان الاعتقاد السائد ان احنا مش عارفين مين اللي بنى الاهرامات، فكان كل اللي يجي يتكلم يقول لك ده الالينز اللي بنوا الاهرامات، يقول لك ده الالينز اللي هم الفضائيين، يعني came from the space، جم من الفضاء وبنوا الاهرامات. بعد كده قال لك ايه؟ ده الاتلانتس بيبول اللي هم من قاره اتلانتا اللي جم بنوا الاهرامات، وبعد كده ما حدش شافهم واختفوا. في راي ثالث بيقول ان هم مين؟ قوم عاد، عشان دي were giants، كانوا كبار في الحجم يعني، وكانوا ضخمين. خلينا نرد على كل راي. بالنسبه للالينز اللي بيقولوا ان هم جم بنوا الاهرامات، دايما لما بتسال السؤال ده، ولسه كنت مستضافه في برنامج تلفزيوني بقول لهم في حد لما السائح بيجي يسالك ده this is the pyramids were built by aliens and they just found a city with a spiritual underground for 600 or for 640 kilometers
underneath of the pyramid. This is completely wrong. Have you seen an alien before? Have you seen a real alien? انت شفت alien قبل كده؟ طب انت شفت اي حاجه was made with signature of the alien؟ قال لك ده انا الالين فلان الفلاني ابن فلان الفلانيه؟ عمرك ما شفت كده. هل احنا لقينا اي تولز للالينز؟ هل لقينا مراكب مدفونه جنب الهرم، اطباق هرميه بدل المراكب الخشبيه جنب الهرم؟ فانت دايما تخاطب اللي قدامك بالمنطق، لان الفكره دي كانت منتشره جدا. تمام؟ فما فيش الينز، كمان حتى لو في الينز، هل الالينز دي يا جماعه هتقطع الاف الاميال والكيلومترات من السبيس عشان تيجي تبني هرم فاضيين ما وراهمش حاجه؟ يبنوا هرم ويمشوا؟ ده اللي بتقوله برضك للجسم. If you were free for such that time to come from such this long distance to build the pyramid, then they go for doing nothing. لا مفيش الكلام ده. فلازم لما نتكلم بنوع من المنطق وبنوع من السلاسه، واوعى تهاجم حد وانت بتتكلم. ولما تيجي تتكلم مع الساح ويقول لك رايي غلط، ما تقولوش انت غلط. تمام؟ ولا تقول له انت صح. تقول له I respect your opinion and I will check later. But let me tell you what I know depending on the evidence that we have. تمام؟ لازم تبقى ذوق في كلامك وانت بتوصل له المعلومه، عشان ما يحسش ان انت are fighting him، ان انت داخل معاه كونفليكت. تمام؟ عشان هو جاي يتبسط في الاول وفي الاخر، هو معمول له برين واش وهو جاي مغسول له دماغه. فانتوا لازم وانتوا بتتكلموا معاهم تحاولوا تصححوا لهم المعلومه باقناع. هيطلع من هنا حاجه من الاثنين، يا اما مستجيب لافكارك انت كراجل مصري وطني دارس تاريخك ودارس اثارك وعارف ان المصريين القدماء هم اللي بنوا، يا اما هيطلع من هنا يقول يا ريتني ما كنت جيت مصر اصلا. خلاص؟ طيب احنا لقينا the city of the workers، مدينه العمال، it was discovered in 1992، اكتشفت سنه 1992. اكتشفت ازاي؟ كانت في واحده من السياح راكبه حصان وماشيه بيه في الصحراء، فالحصان بتاعها وقع، زي فكره مقبره الحمار فين؟ في اسكندريه. فنزلوا الجاردز عشان خاطر يجيبوها. فاللي حصل ان هي لقوا تشامبرز اندر جراوند، فكلموا الدكتور زاهي حواس، يا دكتور احنا لقينا كذا كذا. الدكتور زاهي جه بالمجموعه بتاعته وبداوا يشتغلوا في المنطقه عشان خاطر يدوروا ويطلعوا المقابر. لقوا ان مدينه العمال دي فيها مدينه كامله متكامله. هيرودوس لما جه مصر في القرن الرابع قبل الميلادي قال لك ده كان فيه 100,000 عامل بيشتغلوا يبنوا الهرم. بس احنا لما لقينا مدينه العمال لقيناها تكفي بس تقريبا من 30 ل 40,000 عامل. فلقينا ان الرقم ده كان فيه شويه اكزاجوريشن، يعني فيه مبالغه شويه. تمام؟ وخاصه ان هو جه في القرن الرابع قبل الميلاد، يعني في بدايه العصر، في نهايه العصر المتاخر، في بدايه العصر الاغريقي او في الفتره الاغريقيه. يعني هو ما كانش عنده خلفيه عن اللي تم من 3000 سنه. هو كان just listening to the tales and the stories، هو كان بيسمع بس القصص وحكاوي بتتقال. تمام؟ فاحنا لما لقينا السيتي اوف ذا وركرز، لقينا بيوتهم، لقينا اكلهم، لقينا شربهم، لقينا ان في منهم كان معمول له عمليات تثبيت لقصور، لقينا ان في منهم كان في التواءات في الظهر نتيجه للاحمال الثقيله والشيل، لقينا ان منهم كان عنده تشوهات في العظم علشان خاطر اصابات داخل الملاعب زي ما بيقولوا، اصابات اثناء العمل. لقينا jars of oil for making a massage for their bodies after the hard work for long day. ودي طبعا عارفين الجزئيه دي لو انتوا في الهرم هنا تستخدموها في التسويق لايه؟ للمنتجات المصريه او للحرف المصريه. تمام؟ لان انت لازم تكون خدوم للمجتمع المحلي. ما انت لازم السائح اللي جاي مصر ده تعرفوا الاماكن الكويسه اللي بتبيع الحاجات الكويسه واللي بتستخدم كحاجات علاجيه، علشان خاطر لما يروح يجيبها يعرف ان دي اللي كان المصري القديم بيستخدمها من الاف السنين، ودي اللي هاز نو سايد افكت، وان كذا وان كذا، فتحكي له قصتها برضه. هنا ده موديل. ايوه خليكي دايما صوري بالايه، بالطول كده، عشان لما تنزل على مش مشكله، عشان لما تنزل على الجروب تبقى نازله مظبوطه، ما تبقاش فيه خلل في التصوير. وممكن توقفي الفيديو وتعملي موديل. احنا بنسميه بالبلدي ماكت، بس كلمه ماكت دي الاجنبي ما يعرفهاش، اسمها موديل. تمام؟ model of a boat, and this boat or a ship was used in ancient time for different reasons, for different tasks. We will see on the other side، هنشوف النقطه الثانيه او في الجهه الثانيه شكل المركب الحقيقي.
بس معمول في صور علشان خاطر هي تم نقلها من هنا للمتحف الكبير ان شاء الله، ولما يتم افتتاحه هنشوفها هناك. تمام؟ فخلينا نموف فروم هير. ده بس شكل الستونز اللي كانت بتبقى موجوده. يا دكتور معلش الستونز هنا كانت بتعملها سليدج كده، زي عارف انت المطلع زي السلم. بس عن مراكب خوفو، دايما بحب اقول مراكب خوفو في الاول، وبعد كده عندي السعاده اقول مراكب الشمس، اقول مراكب القمر، اقول اللي انا عايزاه. بس دايما بقول مراكب خوفو لان ده الراي الاساسي على مراكب خوفو. تمام؟ هنقول ان المراكب دي كانت موجوده في حفر فتحات حوالين الهرم. كم مركب لقيناها حوالين الهرم الاكبر، هرم الملك خوفو؟ لا برافو عليك. اسمك ايه؟ حبيبه. سقفوا الحبيبه يا جماعه. 5 لا، في منهم كان مع الاسف دامج. هي مش دامج، هي بيسموها ديتيريتد، حصل لها زي تفتت كده. تمام. وفي في متحف الحضاره، وفي اتنقلت في المتحف الكبير. خلينا نقول قصه الاكتشاف عشان مهمه جدا جدا ان انت تتكلم عنها، لان في ناس سيلورز